بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هو فوز عصيب للزمالك، عرض مدرب الاهلي على الزمالك، امام عاشور يثير غضب الاهلي. السلام عليكم. امبارح الحمد لله الزمالك كسب ارتا سولار 4-1. الف مبروك للزملكاويه. ولكني عايز اقول كلمتين في الموضوع ده. بيعتبر فوز امبارح هو فوز عصيب وصعب جدا، وما ينفعش يتقال عليه غير انه فوز صعب جدا جدا وعصيب جدا. مش فوز عصيب علشان هو كنا بنلاعب فريق قوي او كنا بنلاعب ريال مدريد. بالعكس، احنا كنا بنلاعب فريق لو هو كان بيلعب في الدوري المصري المحلي هذا الفريق هينزل لدرجة تانية، وكان زمانه هبط لانه فريق ضعيف جدا جدا. ولكن الزمالك هو اللي عمل في نفسه كده. عمل في نفسه كده ليه؟ لان اللعيبة كانت متخيلة ان هي هتكسب هناك وهنا من غير اي مجهود، وده ظهر تماما في اداء لعيبة نادي الزمالك في تنزانيا حتى احراز الهدف الاول لارتا سولار في مباراة العودة في مصر. يعني فريق نادي الزمالك ما كانش بيلعب كويس وما كانش بيأدي اي مجهود لغاية ما كان دخل فينا لغاية 3 تجوان. ولكن اقدر اقول وبكل بساطة ان ربنا اراد الفوز للزمالك بس علشان حاجة واحدة، علشان جماهير الزمالك اللي كانت في المدرجات وكانت بتشجع بحب وبإخلاص، ومحدش يروح فيهم ومحدش يروح فيهم زعلان. الحمد لله والف مبروك للزملكاوية، وبإذن الله القادم يكون أحسن. ده بالنسبة للموضوع الأولاني. وكان برضو أول تعليق حصل من حسين لبيب عقب الانتصار. علق حسين لبيب المرشح لرئاسة النادي الزمالك، وكتب حسين لبيب عبر الفيسبوك الشخصي له، كتب ألف مبروك لكل زملكاوية المخلصين. أهم الرجالة، أهم كما قلنا هم الرجالة، هم رجالة الزمالك. انتظروا الزمالك قادم بإذن الله، الزمالك بجماهيره وأعضائه ولاعيبته. ألف مبروك للجهاز الفني ولاعيبة. عاش نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه هو عرض مدرب الأهلي على الزمالك. أيام رئيس نادي الأهلي محمود طاهر كان في مدرب اسمه جوزيه بيسيريو. جوزيه بيسيريو ده ترك نادي الأهلي لأنه هو جاله عرض من نادي بورتو البرتغالي، وطبعا كانت له فرصة ممتازة جدا لأنه هيدرب نادي كبير زي نادي بورتو البرتغالي، ولذلك هو رحل عن نادي الأهلي. المدرب في الوقت الحالي بيدرب مين؟ منتخب نيجيريا. المفاجأة هنا في حاجة واحدة، ان بعض الوكلاء بدأوا يطرحوا اسم بيسيريو على إدارة نادي الزمالك بشأن إمكانية التعاقد معه، لأنه هو كمان عنده رغبة في تدريب نادي الزمالك. طبعا هنا أنا عايز أقول حاجة، ان الزمالك لم يفاوض المدرب، لأن اللجنة ما تقدرش دلوقتي تاخد أي قرار ضد أوسوريو، لان الدنيا كمان مع أوسوريو ماشية الى حد ما، مع انه بيلعب ماتشات مش حلوة قوي. ولكن هم هيسيبوا الامر لمين؟ لمجلس الادارة الجديد اللي هو هيجي بعد 20 يوم، فهم مش عايزين ياخدوا القرار. بصراحة في ناس كتيرة لو انت خدت اراء الجمهور الزملكاوي هيقول لك حاجتين. في ناس بتقول لك ان أوسوريو يكمل، وفي ناس كمان بتقول لك ان أوسوريو ما يكملش، وفي ناس بتقول لك ان هو ما عندوش القماشه او ما عندوش اللعيبه اللي تقدر تحقق له اللي هو عايز يعمله من خطط، وفي ناس بتقول لك هات له صفقات جديده وبعد كده حاسبه أوسوريو هل هو كويس ولا مش كويس. فبالنسبه لأوسوريو في الوقت الحالي مش هيتاخد ضده اي قرار، ولكن لو حصل اي حاجه في خلال ال20 يوم دولت اللي هم قبل ما تيجي مجلس الإدارة الجديد ممكن يتخذ قرار ضده، لأنه بصراحة بيلعب بطريقة غير متناسبة مع إمكانيات اللاعيبة الموجودة في نادي الزمالك في الوقت الحالي.
ده بالنسبة للموضوع الثاني. الموضوع الثالث اللي هو موضوع إمام عاشور. طبعا إمام عاشور عقب فوز الزمالك على أرتا سولار عمل لايك في صفحة الزمالك الرسمية، في إشارة هنا من إن هو مازال بيتابع نادي الزمالك، ولكن بعدها عمل حذف لهذا اللايك الإعجاب يعني. ولكن الموضوع ده واضح إن إمام عاشور يوضح شيء واحد، إن إمام عاشور ولا زملكاوي ولا أهلاوي، هو بيعتبر لاعب محترف يتقاضى أموال من النادي اللي بيدفع له أكتر، وإن إمام عاشور كمان لاعب ما عندوش لا عنده مبادئ ولا عنده قيم. والدليل على كده إن نادي الزمالك هو اللي عمل إمام عاشور وخلاه يروح المنتخب، وإن نادي الزمالك الأول اشتراه من غزل المحلة، وبعد كده وداه حرس الحدود، وفي الآخر خان نادي الزمالك. وكان في نفس الوقت نادي الزمالك هو اللي وداه المنتخب المصري. ولكن في نفس الوقت هو برضه بيتابع نادي الزمالك. ولكن اقدر اقول لك في النهاية ديت امام عاشور ما عندوش مبادئ ولا شخصية ولا تستطيع الثقة فيه. ولكن انا عندي هنا جزئين في موضوع امام عاشور لما عمل لايك، حاجتين مهمين جدا. تعامل جمهور الزمالك مع اللي عمله امام عاشور. جمهور الزمالك كان في حالة برود تمام جدا من اللي هو عمله، ولا كأنه فارق مع عمل لايك ولا ماشي، ما عادش بيهم جمهور نادي الزمالك. ولكن جمهور الأهلي كان زعلان جدا من إمام عاشور وبدأ يتقلب على إمام عاشور. المؤكد كمان ان الإدارة نادي الأهلي مقلوبة على إمام عاشور، والمؤكد كمان ان الجمهور كمان بقى مقلوب على إمام عاشور. ولكن في النهاية إدارة نادي الأهلي لازم تنجح صفقة إمام عاشور. لازم تنجح الصفقة. ليه؟ لأنهم أولا خسروا فيه أموال كتيرة جدا، ثانيا خسروا كل المبادئ، وخسروا المبادئ وخسروا القيم، وخسروا جمهورهم كمان اللي رفضوا ان اللاعب يكون في نادي الأهلي. بصراحة إمام عاشور باللي عمله امبارح قلب الدنيا في نادي الأهلي. ولكن ده بالنسبة ما كانش مهم خالص لنادي الزمالك اللي عمله إمام عاشور. إمام عاشور بالنسبة لجمهور نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك بيعتبر منتهي، وبيعتبر ليس له قيمة في نادي الزمالك، وكمان الزمالكوية بيعتبروه خائن. ولكن المشكلة الحالية دلوقتي اللي هي ما بين إمام عاشور وجمهور نادي الأهلي، لأنه عمل إعجاب امبارح على فوز الزمالك. ده معناه أنه بيتابع نادي الزمالك ولسه متأثر بنادي الزمالك. يعني كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي من إمام عاشور هي عملية تمثيلية بحتة. ده بالنسبة لموضوع النهاردة. ألف شكر يا جماعة، ويا ريت تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم.